صباح الخير. دول كان أول 24 ساعة في تحدي ال 72 ساعة. لو انت مهتمة بخسارة مقاساتك مش بس الميزان، لازم تعملي فولو للأكاونت ومتابعة لكل الفيديوهات اللي هنزلها الثلاث أيام الجايين. أول حاجة بدأت اليوم بكوباية مية معاها معلقة خل تفاح، وبسرعة جدا بدأت أعمل التمارين بتاعتي من 40 ل 60 دقيقة، ممكن كفاية جدا التمارين دي. وبعدها بدأت أحضر وجبة الفطار. وجبات اليوم كله لازم تكون خلال 6 ساعات فقط من اليوم. نظمي مواعيدك على هذا الأساس. هتاخدي شريحة خس كبيرة وعليهم معلقتين قريش سبريد من الخطيرة اللي انا حضرتها معاكم بالزعتر وحبة البركة والبقدونس. مستحيل تحسي خالص ان هي قريش. وحطيت عليها افوكادو وبيض. وجبة كانت مشبعة بشكل كبير جدا، واخدت كمان مية الديتوكس ادتني طاقة عالية جدا. وبعد 3 ساعات اخدت سناك ماتشا مع 6 ل 8 وحدات مكسرات، المهم انها تكون بدون ملح، والماتشا بدون عسل، وطعمها فعلا لذيذ جدا. وليلي كانت بتعدي من جنبي دلوقتي. المهم انا هحضر معاكم كمان دلوقتي وجبة الغداء. وجبة الغداء سريعة جدا وسهلة ومشبعة بشكل كبير جدا، واهم حاجة في الوجبة دي هي مصادر الدهون الصحية اللي فيها زيت الزيتون والافوكادو. جربوا الوجبة دي هتعجبكم جدا. وفعلا الحمد لله اليوم عدى بسلام، ما حسيتش خالص ان انا جعانة، بالعكس حسيت ان انا خفيفة جدا. اهم حاجة تشربوا مية على الاقل 2-3 لتر. وبكرة هنزل لكم تفاصيل اليوم التاني. باي.